فارق بين العمر العقلي والعمر الزمني. العمر العقلي والعمر الزمني لغايه دلوقتي اختبار بنيه بيقيسه. يعني بصوا يا شباب هوريكم كده جزء من اختبار عشان برضو انتوا تبقوا فاهمين انا بقول ايه. بصوا ده اختبار لطفل، شايفين كده؟ مش عارفه شايفين ولا لا. عنده 8 سنين، 8 سنين و7 شهور. اهو ده العمر العقلي، اهو ده تاريخ ميلاده وده تاريخ التقرير اللي انا عملته للطفل اهو، اللي هو 2/10، وده تاريخ الميلاد. تمام كده؟ اهو ده العمر الزمني اللي الطفل اتولد فيه. تعالوا بصوا كده يا ولاد يا شباب، ده التقرير اللي هشرحه لكم ان شاء الله باذن ربنا في العملي بالتفصيل ان شاء الله. هوريكم بقى حاجه. دي نسبة ذكاء الطفل 67، ده عنده تأخر عقلي. تمام؟ نيجي بقى للأهم، شايفين دي المقياس الكلي، ده العمر الزمني، سوري ده العمر العقلي، 4 سنين و8 شهور. انتوا متخيلين من 4 سنين و8 شهور ده العمر العقلي، وده عمره الزمني. هقول لك كل حاجة يا مريم، بس نخلص واحدة واحدة. ما ده هو ده اختبار الذكاء اللي بيوضح درجة الاستيعاب ودرجة الفهم وهنشتغل ازاي معاه في النمائي عشان يتقدم في الأكاديمي. هقول لكم على كل حاجة، بس ده يعني ايه، اصبري شوية، ده في العملي. تمام؟ انا حبيت اوضح لكم بس النقطة دي عشان اوضح لكم الفرق ما بين العمر العقلي والعمر الزمني. ده اللي هيتشرح، الجزء ده اللي هيتشرح في العملي بإذن الله، اللي هو الجزء ده المقياس نفسه يا ولادي اللي انا بطبعه. وده طبعا دي كراسة الإجابة، كل ده هيتشرح إن شاء الله بإذن الله. تمام؟ ادي أول حاجة. تاني حاجة اتعدل. بصوا يا جماعة، التعديلات ما كانتش كبيرة قوي وعاملة مقياس وعاملة فروقات كبيرة قوي غير من قريب. يعني بص التعديل بتاع يعني الأولاني بتاع 1905 و8 كان امتداد ل 1905 و1911، ده كان عمل بقى فرق زمني فعلا، ما بين فرق نسبي ما بين العمر العقلي والعمر الزمني. والثلاث صور دول كانوا ظهروا فين؟ ظهروا في فرنسا. من اول بقى التطور الحقيقي اللي حصل كان على يد مين؟ على يد تيرمان، كان في جامعة ستانفورد. عشان كده هو اللي خلاهم يسموه ستانفورد، ان لما جه اتطور واتعدل عشان يبداوا يشتغلوا بيه، اترجم من فرنسا للغه الامريكيه في جامعه ستانفورد في امريكا. تمام؟ وبعد كده عشان كده المقياس اتسمى ستانفورد بنيه، ستانفورد نتيجه لجامعه ستانفورد الامريكيه، وبنيه طبعا اللي هو الفرد بنيه اللي عمل المقياس نفسه. تمام؟ دي التوسعات دي التطورات دي كلها تمام، مفيش مشكلة فيها ولا أي حاجة، يعني ما بين بقى التقسيمات والاعتماد والعمر الزمني والعمر العقلي والحاجات دي كلها. بس أنا اللي بالنسبة لي بقى المهم قوي المرحلة اللي هي كانت دي، التعديل ده اللي استمر 8 سنين ولا 7 سنين، اللي هي من 1905 ل 1995 ل 2003، اللي كان فيها 18 استشاري بيعملوا مشتركين مع البروفيسور عشان يعدلوا من يطوروا من الصورة الرابعة للصورة الخامسة دي. تمام؟ اللي وصلوها للمرحلة دي، اللي هي بقى ايه، ان خلوا المقياس نزل لسن سنتين ل 80 سنة. طب انت تقولوا لي 80 سنه يعملوا بيه ايه؟ يعني انا مش فاهمه، يعني 80 سنه هيعملوا فيه ايه؟ اختبار ذكاء هيبين له قدرات ايه ولا اي حاجه؟ لا، هم في بيستخدموه عشان في ناس كبار السن عندهم مشكله في تسلمي يا دكتور الله يخليكي. عندهم مشكله في الزهايمر والنسيان، كبار السن.
فاوقات التقييم الاكلينيكي الخاص بيهم بيبقى محتاجين فيه اختبار ذكاء. وطبعا اساسا في الاختبار الذكاء بقى بيقيس التاخر العقلي وصعوبات التعلم والموهبه العقليه، او بطيء تعلم، او طفل عنده موهبه. الموهوبين اللي هم عندهم نسبه ذكاء عاليه جدا، كل ده بيطلعوا اختبار الذكاء. طب ايه بقى مكونات اختبار الذكاء؟ ده بقى الاساسي بقى. مكونات اختبار الذكاء في حاجه اسمها استدلال سائل، وفي حاجه اسمها معرفه، وفي حاجه اسمها استدلال كمي، وفي حاجه اسمها عمليات بصريه مكانيه وذاكره عامله. كل واحد فيهم بيقيس حاجه معينه. وطبعا كان في صوره منزلاها على الجروب من ساعه مثلا كده، كنت مبينه لكم المكونات الخاصه بالاختبار. الاختبار بيبقى جاي معاه 3 كتب. الكتاب الاولاني اللي بيقيس فيه ال ال اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيقيس فيه ان الطفل هيخش على انهي مستوى، وبعد كده تتنقل للجزء اللفظي في الكتاب التاني، ويتنقل في الجزء الغير لفظي في المجال في الكتاب التاني، والجزء اللفظي في المجال التالت. طيب ناخد نبذه سريعه عنه. انا هشيل بس التليفون من الستاند كده عشان ايه اعرف اوريكم الحاجه بشكل اكتر يعني. بصوا يا شباب، ناخد بقى واحده واحده كده. دي كراسة الإجابة بتاعت الطفل. ثواني بعد إذنكم. أنا جايبه لكم كراسة محلول فيها عشان أوضح لكم بالظبط المقياس احنا شغالين بيه، ازاي. بصوا يا جماعه، في حاجه مهمه جدا 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 انا نسيت اقول لكم عليها. انا هشرح جزء في النظري عشان بس ايه تكونوا فاهمينه معايا كويس قوي. معلش هنخش سوري في العملي سنه كده عشان بس تكونوا ايه فاهمين معايا. انا دلوقتي لما يجيلي طفل اطلع ازاي التاريخ بتاعه. احنا عندنا هنا تاريخ الاختبار اللي هو اليوم بتاع الاختبار، وعندنا تاريخ الميلاد، عندنا العمر. يا ترى هنا ده العمر الايه؟ ده العمر الزمني عشان العمر العقلي اللي هيطلعه لنا الاختبار. تمام. طيب انا دلوقتي اما اجي احسب مثلا زي تاريخ ميلاد الولد اللي عندي هنا 23 وادي 10، كان وقتها يعني 23/10/1922 2022، وكان تاريخ ميلاد الولد 16/12/14. خدوا بالكم يا جماعة عشان في كوارث بتحصل في التاريخ، في ضبط التاريخ. خدوا بالكم كويس جدا يعني، بقدر المستطاع حاولوا تاخدوا بالكم، ركزوا معايا. انا دلوقتي عادي 16 ناقص 23 مفيش مشكلة، هتبقى عاملة كام؟ هتبقى عاملة 7. طب 12/10 ده شهر، 30 يوم دي سنة، 12 شهر. حلو كده لغاية كده تمام. لما اجي انا استلف شغل بقى الاستلاف اللي هو بتاع الابتدائي ده، لما اجي انا هستلف من هنا دي هتبقى 21، وهستلف من هنا شهر، هستلف شهر على 10،
انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ حد يبين معايا ان هو معايا ولا اي حاجه، اي رياكشن كده. هو البث هيتحفظ لغايه ممكن بالليل او لغايه بكره، هيكون موجود على الجروب ان شاء الله يا استاذ محمد. يا شباب انتوا معايا ولا ايه؟ تمام. دينا بس اللي ردت ما شاء الله، مش عارفه باقي ال 35 واحد مش عارفين رايحين فين. تمام ماشي. تمام. لما اجي انا استلف من هنا. تمام. ايوه بستلف سنه من هنا على ال10. تمام. ايوه عايزه حد كده يمشي معايا كده يا جماعه والله. بستلف سنه من هنا هتبقى 10. انا بتكلم من هنا من الشهر ده للشهر ده يعني سوري معلش، من هنا لهنا شهر 30 يوم، اما هنا السنه. تمام. اما استلف من هنا لهنا دي هتقل سنه هتبقى 21. ده هنا هيزيد 12 شهر على ال10 شهور هيبقى 22. تمام كده بالظبط كده يا فتون. دي هتبقى 21 برافو عليكم، ودي هتبقى 22. فما استلف 12 ناقص ال 22 هتبقى ال10، وال 14 ناقص ال 21 هتبقى 7. ده يبقى الطفل عنده ايه؟ عنده 7 سنين و10 شهور و7 ايام. يا جماعه خلي بالكم لان ايه؟ ايوه لا مش 40 ايه؟ ماشي تمام يعني هنظبط يا شباب مفيش مشكله يعني. حوار البث ده بسيطه يعني ما تقلقوش. انا اهم حاجه عندي الاستفاده والله اهم حاجه، ويعني هبقى مبسوطه اللي حابب يكمل معانا، لان بجد لسه في حاجات كتيره قوي عايزه اقولها لكم. لان يعني انا لما اخدت الكورس ده من حوالي تقريبا 3 سنين في رابطه الاخصائيين النفسيين، اما جيت اشتغلته كنت واخداه مانيوال. يعني انا خدته في الرابطه مانيوال. لما انا جبت الشنطه واشتغلته انا اشتغلته على اللي هو اللي فيه ابلكيشن. تمام يا فنون مفيش مشكله. فطبعا عشان تشتغلي ما بين المانيوال اللي انا درسته واخدت عليه الكورس للابلكيشن، هو الابلكيشن سهل بس تجميع البيانات بتاعته عشان تطبقي عملي مش سهله. فاحنا طبعا لغايه ما نموت هنفضل نتعلم وما زلنا بنتعلم، بس الحاجات اللي انا اتعلمتها في ال3 سنين دول هي فعلا بجد فرقت معايا بشكل قوي جدا جدا مع الطفل وانا بشتغل معاه، سواء كان وانا بشتغل معاه المقياس في الاختبار نفسه وانا بطلع له نتيجه. وده الاهم بالنسبه لي، ان اللي شغال يبقى فاهم هو بيشتغل ازاي، عنده المام بكل حاجه بقدر المستطاع. تمام يا شباب؟ تمام. الله ينور يا استاذ محمد. تمام مفيش اي مشكله، انا مع حضرتك، انا معاكم يا شباب لغايه لما تقولوا تمام احنا زهقنا وزي الفل. ماشي يا شباب؟ يبقى كده خلاص العمر كده ده العمر الزمني. بصوا بقى ركزوا معايا كويس عشان بس ايه، هنشتغل في كذا جزء دلوقتي عشان العمل باذن الله هنكمله المره الجايه باذن ربنا. حاضر يا جميله. ماشي تاني يا شباب. في حد هنا النت بيقطع؟ لا والله هو شغال عندي كويس، بس تمام هعمله تاني هشرحه تاني على السريع. بصي يا مريم. عندي تاريخ الاختبار اللي انا عملت فيه الاختبار بتاع الطفل. تمام. وعندي تاريخ ميلاد الطفل. حلو كده ما فهمش اي حاجه. ادي التاريخ بتاعه كان 23/10/2022 وتاريخ ميلاد الطفل كان 16/12/2014. حلو كده. انا عشان اطلع انا عايز العمر الزمني، لان العمر العقلي هو اللي هيطلعه الاختبار، فانا ماليش دعوه بيه دلوقتي. لكن تمام. لكن دلوقتي انا اطلع انا النسبه دي ازاي؟ هطلع انا اليوم ده يوم، والشهر والسنه ازاي هطلعهم ازاي؟ نيجي بقى نشوف. دلوقتي عندنا دي 23 و16 عادي هنطرح عادي تبقى 7 ما فيهاش اي مشكله. دي انا لما باجي استلف
لو دي مثلا من هنا مثلا سي 10 مثلا 10، تمام، بعمل ايه؟ بستلف من دي واحد، هتبقى هنا هستلف شهر، هستلف من هنا شهر، هتبقى دي 30، هتبقى 40، فهطرح ال 16 من 40. انا بديكم مثال يعني، بس مش عايزه، عشان مش عايزه الخبطكم كتير. هيفضل موجود بس ممكن يقعد يومين او 3 بالكتير قوي، بعد كده هيتحذف من على الجروب. يعني انا بقول يومين 3 بالكتير قوي يا شباب، وبعد كده الفيديو هيتحذف من الجروب، اتفقنا؟ اللي عايز يجمع اي داتا من اللي انا بقولها يحاول يكتبها في الكام يوم دول عشان يقدر يستفيد منها بقدر المستطاع. يلا نكمل يا شباب. تمام. فكده كده دي انا مش هستلف من هنا حاجه، فهتنزل زي ما هي عادي 16 ناقص 23 وهنطرح عادي، هتبقى زي الفل. ايوه بالظبط كده. لما باخد الايام، لما بستلف اليوم، الايام دي لما بستلفها من الشهر، بستلف شهر كامل 30 يوم وبضيفه على ده، وبعد كده بطرح. لما بستلف من السنه بستلف 12 شهر، 12 شهر. تمام كده زي الفل، برافو عليك يا توته. تمام ماشي. فكده ايه، خلاص ادي كده 23 وادي كده دي 16 وطرحنا دي 10. انا لما اجي استلف من هنا هستلف سنه كامله، فالسنه كامله هتبقى كام؟ 12 شهر. فلما يجيب 12 شهر على زائد ال10 هتبقى 22، فانا هطرح ال10 زائد ال10 سوري ال12 ناقص ال22 هتبقى 10 شهور. تمام كده. طيب دي بقت 21 ما بقتش 22 عشان احنا سحبنا منها سنه، فهتبقى ال14 ناقص ال21 هتبقى 7. كده يا جماعه في حاجه تانية ناقصه ولا معاكم؟ إيه تمام الدنيا ماشيه؟ ابعتولي كده اي حاجه. النقطه دي واصله معاكم ولا فيها مشكله يا شباب؟ تمام تمام تمام، الله المستعان. ماشي يا شباب يلا نكمل. كده احنا طلعنا ايه؟ طلعنا العمر الزمني الخاص بالطفل، 7 سنين و10 شهور و7 ايام. نفتح بقى الكراسة بتاعتنا الجميلة دي. طيب هو قال لنا 7 سنين، فين 7 سنين؟ دي من عندنا من 2 ل4، دي عندنا من 5 ل6، دي عندنا من 7 ل12. طب هو عدى، ما هو مثال اهو، ما انا هشرح اهو والله. ما انا جايبه لكم اختبار طفل اساسا، ده بصي هتلاقي محلول فيها اهو، يعني جايبه لكم الاختبار بتاعه. تمام. مثال تاني، ماشي حاضر، ماشي. مثلا سي النهارده كام؟ النهارده كام يا ولاد؟ ثواني كده، النهارده 3. ادي 3 مثلا دي 2002 2023، وكان فيها مثلا فوق نجيب اي طفل مثلا ايه 15 2015 مثلا 4 5 مثلا 10. يلا بقى ايه تاريخ الاختبار وده تاريخ الميلاد، وعايزين العمر الزمني. ايه يا نعم يا هاجر، هو لازم نحدد العمر الزمني بدقة؟ ما يا جميلة انت لازم تطلعي العمر ده يا هاجر، لازم تطلعي السنة دي بالذات والشهر، عشان ده هيدخل في الفئة دي يا جميلة. ما انا لسه كنت هشرح، بس البنت في مين اللي قال توتا عايزة مثال تاني، فانا هشرح. ما انا كنت لسه هدخل في ده اهو، لازم دول هيدخلوا فيهم. فاستني انا هقول لك، استني ما تسبقيش، هقول لك انا هفهمك الدنيا. يلا تعالي بقى احسبوا معايا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 10 ناقص 3 ادي يوم شهر ادي سنة. نعمل ايه؟ 10 ناقص 3 مش هينفع 10 ناقص 3، فهنسحب من هنا ايه؟ هنسحب ايه؟ 30 يوم. دول هيبقوا شهرين، لسه شهرين زي ما هم نقصوا شهر. ده 30 يوم، 30 يوم على 3 هيبقوا 33.
33 10 ناقص 33 كام؟ هيبقوا 23. حلو كده؟ حلو كده. طيب الخمسة هنطرحها ازاي من الشهرين؟ هنستلف من هنا كام؟ سنة، دي هتبقى 22. فهنسحب من هنا ايه؟ هنضيف هنا 12 شهر على الشهرين، هتبقى دي زائد 12 شهر، هيساوي كلهم دول كام؟ 14 شهر. يبقى هنطرح 5 ناقص ال 14، هيدينا 5 ناقص 14 كام؟ هيدينا 9. طيب و15 ناقص 22 هيدينا كام؟ 7. كده يا ولاد تمام؟ هو ايه اللي 33؟ يا فنون ماشي، ما هي 30 يوم على التلاتة تبقى 33 ناقص 10 23. ودي كان عندنا استلفنا سنة كاملة، هتبقى 12 على الشهرين اللي كانوا هنا بقى 14. ف5 ناقص 14 ادت لنا 9، و15 ناقص 22 ادت لنا 7. تمام كده يا شباب؟ توتا كده فهمتي؟ اللي فهم يا جماعه كده المثال التاني دوت كده ابعت لي تمام الله يكرمكم، عشان اتنقل لحاجه جديده بعد اذنكم، عشان قدامنا ساعه، قدامنا سوري نص ساعه او ربع ساعه تقريبا. الله ينور عليكم، زي الفل. الله ينور عليكم يا شباب، والله يعني انا مش عايزه اقول لكم مبسوطه بيكم ازاي. تمام يلا نكمل. هنيجي بقى نكمل النقطه دي. دلوقتي احنا عرفنا، حلو 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 يا فنون، الله ينور عليكي، برافو عليكي، ما شاء الله عليكم تبارك الله. دلوقتي بقى احنا عرفنا عمر الطفل 7 سنين و10 شهور و7 ايام. لذيذ، حلو، جميل. نفتح بقى الصفحه الجميله بتاعتنا دي. بصوا يا جماعه، ده اهو، بصوا كده، ده كده دي كراسه، ما تتخضوش منها، عادي جدا ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله. بصوا هنا في قائمه ملاحظات، اللي عايز يكتبها يعلم فيها يعلم فيها، مش عايز مفيش اي مشكله. انا بالنسبه لي ما بعلمش فيها، بس كده كده انا بكتب فين بقى. يعني ممكن تلاقوني وانا بعمل مع الطفل كده مثلا اوقات لما كنت شغاله مع الطفل عمل اي سلوكيات ولا اي حاجه. يعني بصوا يا جماعه، يعني مثلا ده طفل كده، عشان بس مش عايزه اتوهكم. بصي بيبقى فيه مش عارف يجاوب، فبكتب كده نوتس على جنب كده بالحاجات اللي الطفل بيقولها. لو متسرع بكتب متسرع، ومندفع بكتب مندفع، بطيء بكتب بطيء، مش مستوعب اللهم صل على النبي، الكلام اللي انا بقوله او السؤال اللي انا بقوله، كل حاجه بكتبها في وسط الحتت الفاضيه اللي موجوده في الاختبار ده. بس احنا طبعا بنشتغل بقلم رصاص طبعا، مش بقلم احمر، عشان برضه بص الورق كله لونه رصاص. تمام. فاللي عايز يملى دي ما عنديش اي مشكله. ده نتيجه السلوكيات اللي كانت ظاهره في الاختبار نفسه. واحده واحده بقى نيجي للطفل الجميل ده، ال7 سنين. بصوا، لو 7 و6 شهور فيما فوق يبقى هيخش في الفئه دي، في الفئه دي. تمام. 7 دي سوري، دي من 7 ل 12، لا انا قصدي على 6. مثلا لو 6 و6 شهور، 6 و8 شهور يخش في الفئه دي، ما يخشش في دي. تمام. لو مثلا سي يعني مثلا من 4 و10 شهور مثلا، ده يخش هنا ولا هنا؟ يخش هنا. الفكره في ايه؟ طالما ان عدى من السنه 6 شهور فيما فوق، 6 شهور فيما فوق بيخش في الفئه الاعلى. وكده كده لو غلط هيرجع للفئه اللي قبليه، بس خلينا ناخد الفئه الاعلى يعني. تمام. فالطفل ده دلوقتي 7 و10 شهور دخل في الفئه دي. طيب هو جاوب السؤال الاولاني. طبعا احنا لسه، بص الكتب اهي جنبي لسه ليها شرح تاني، بس خلينا واحده واحده بس. ال ال الطفل دخل على البدايه دي، على البدايه دي من 7 ل 12. تمام. تحت امرك يا سومه، ميرسي يا مريان.
هنبدأ من عمر 7 سنوات بالظبط كده. ايوه يا فنون، هنبدأ من عمر 7 سنوات اهم، ال7 سنين اهم. طيب ال7 دول انا سألت الطفل، بصوا شايفين كده لو تاخدوا بالكم السؤال اهو، بصوا الصح متعلم عليه. هو كده كده اساسا، يعني انا هوريكم حاجه في الكتيب نفسه عشان برضو انتوا تبقوا فاهمين يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكتيب اللي هيتشرح منه برضو ان شاء الله باذن الله. بصوا بيبقى موجوده الفئه ادي من 7 ل 12. هنبدا من الفقره رقم 14 رقم صفحه 31. هنفتح صفحه 31 ادي صفحه 31. طبعا الكتيب بيبقى كده حلو، والجزء اللي ورا ده بيبان للطفل. طبعا لسه هيتشرح بس خلينا دلوقتي بس في الجزء دوت. شايفين الكلام اللي بالازرق ده هو اللي بيتقري بس ال 14 الاولانيه دي لو كان في حد مستمر من الفقره اللي قبلها اللي هو من الجزء دوت تمام، فانت بتخش على طول ورا بعض. لكن لو طفل هيبتدي من النقطه دي يبقى بنقرا من اول هنا اهو الجزء ده اهو. مفحوصين الذين يبداون الاختبار عند الفقره 14 فقره تعليميه، دي اسمها فقره تعليميه، واذا غلط فيها لازم نشرح له المربع الازرق دوت. طبعا ده كله لسه هيتاخد بالتفصيل، بس بديكوا كده ايه نبذات مختصره تمام. فدلوقتي عندنا الطفل جاوب غلط اهو، عملنا له 0. جاب السؤال التاني جاوبه غلط، ادينا له 0. هنكمل؟ لا، دي اسمها ايه بقى؟ نقطة الرجوع. بصوا هتلاقي في الاختبار من فوق كده في مكتوب قاعدة الرجوع وقاعدة الإيقاف، في حاجة اسمها نقطة البداية والمستوى القاعدي. الحاجات دي لسه هتتشرح والله برضه، بس انا بشرحها لكم دلوقتي وهتتشرح كلها بالتفصيل لما نيجي نطبق عملي بزيادة يعني ان شاء الله بإذن الله. لو 7 أو 8 شهور نبدأ من عمر 8. لا ما بصي يا فنون، انت بصي هنا العمر من 7 ل 8، من 7 سوري ل 12 سنة، من 7 سنين ل 12 سنة، فهيخش في نفس الفئة دي. توتي في ايه؟ طيب توتي في ايه يا توتة؟ قولي توتي في ايه؟ ابعتي السؤال بتاعك طيب، وانا ان شاء الله مفيش توهان ولا حاجة. ابعتي سؤالك وانا هوضحه لك ان شاء الله. تاني سيبكم من الكتيب ده خالص مش مشكلة، ركزوا بس معايا عشان النقطة اللي جاية مهمة، عشان دي القواعد الأساسية الخاصة باختبار الذكاء. لو 7 و4 شهور، لا ليه لا ما نرجعش يا مريم. هو اصلا بادئ من نقطة البداية بدأ من 7 سنين، ليه انا ارجع؟ ما هو بادئ من 6. انا بتكلم بصي دلوقتي الفئة العمرية اللي فوق دي من 5 سنين ل 6 سنين. طفل انا طلعت له الاختبار بتاعه 6 سنين و بسم الله الرحمن الرحيم مثلا 5 شهور، ده احطه في انهي فئة؟ مش هحطه في ال7، احطه في اللي قبله ده، لان ما كملش 6 شهور فيما فوق اتنقل ل7. 6 شهور فيما فوق اخد الفئة الكبيرة اللي هي دي من نقطة البداية دي. لو 6 و6 شهور، 6 و7 شهور، 6 و8 شهور، 6 و10 شهور، كل ده اخد الفئة دي من 7 ل 12، لان هو كده خلاص. والله انا اشتغلت معاه لقيت الطفل شغال معايا تمام، لقيته واقع زي اللي انا هتكلم فيها اللي هي قاعدة الرجوع دي. هرجع تاني للي فوق، مش هسيبها. ليه مش هسيبها؟ في حاجة هنا. حاجة ايه بقى؟ انا لما اجي اعمل نقطة الرجوع اللي هي قاعدة الرجوع اللي هي دي اللي هي فوق دي، اللي بتبقى طبعا الحاجات دي بتبقى موجودة فوق تمام، برجع للفقرة اللي قبلها في اولها. يعني الطفل هنا غلط وجاب 0 وغلط وجاب 0، هكمل؟ لا ما كملش، انا هرجع للفئة اللي قبلها. طيب جاء اول سؤال، يعني دلوقتي انا بحدد الفئة العمرية على اساس انه يزيد عن 8 شهور، يعني يزيد عن 8 شهور يزيد سنة. طب لو اقل، قصدي لو جاوب الفقرتين 0 برجع للي قبله. ايوه يا فتون هو طب استني واحدة بس. بصي يا توته، الفئة العمرية اللي انا لسه شرحها دلوقتي، انا لو طفل عندي جايب عنده تاريخ ميلاده معدى السن 6 سنين
و6 شهور فيما فوق، 6 سنين و7 شهور، 6 سنين و8 شهور، هحطه في الفئه من 7 ل 8. من 7 ل 8، لان هو قرب على 7 سنين. لا الاختبار ده لسه في حاجه تانية، اصبري بس، ده لسه حوار تاني الاختبار ده، بس اصبري واحده 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 واحده. الاختبار هيتطبق ازاي ده لسه في العملي، انا كل ده بشرح لك الاول بس. ده الورقه دي تشتغلي بيها ازاي، فهي كلها مش كلها هنخلصها النهارده، بالراحه، ثواني ثواني، عشان انت اللي هتلخبطي نفسك بصراحه. تمام. فنعمل ايه دلوقتي؟ فالطفل جه 7 سنين و8 شهور، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، عندنا الفئه العمريه من 7 ل 12، خلاص بس كده. ما هي محلوله هنا، بسيطه هنا بسيطه. طب الطفل جالي عنده 4 سنين، 4 سنين مثلا و و6 شهور، 4 و5 شهور مثلا، 4 و5 شهور. ايوه يا سوما، ايوه لما بيجاوب بينزل لنقطه البدايه اللي قبله. ما انا لسه هكملها شرح، بس ثواني بس عشان افهم فئه العمر دي. ثواني يا جميل، ثواني يا سوما بعد اذنك، بس هقول لك هكمل لسه شرح النقطه اللي انت بتتكلمي فيها دي عشان لسه مخلصتهاش. بصوا، طفل عندي جاله 4.5. لا ليه من 2 ل4 ليه؟ لا يا فنون، يعني هو عنده 6 سنين اروح اطبق عليه المقياس من وهو عنده 4 سنين ليه؟ طب ما انا اهو 6 سنين و4 شهور، طب ما اهو هي الفئه العمريه بتاعته اهي من 5 ل6. ليه اتنقل ورا؟ هتنقل ورا يا جماعه لو ما هي دي القاعده بتاعت الرجوع اللي انا بقول لكم عليها، والله دي قاعده الرجوع اللي انا بقول لكم عليها. ما انتوا مش صابرين يا جماعه. قاعده الرجوع كده في نقطتين عندكم فيها لبس، معلش اسمعوني بس 5 دقايق بس. في نقطتين عندكم فيها لبس. نقطة ايه؟ انا لما يكون عندي عمر الطفل 4 سنين و7 شهور مش هحطه فوق، عشان هو قرب على سن 5 سنين، فهحطه في النقطة دي في الفئة دي، فهشتغل معاه الاختبار من السن ده، من سن من السؤال رقم 5. تمام. والله الطفل جاوب معايا واشتغل معايا كويس، خلاص تمام زي الفل، مفيش مشكله، هكمل معاه الاختبار. لقيته في اول 2 جاب 0، هرجع للمستوى بتاعه، المستوى اللي قبليه على طول، يعني ايا كان هو مستوى ايه. طب الطفل عنده 6 سنين و8 6 سنين و4 شهور، او 6 سنين و3 شهور، اخليه في الفئه بتاعته دي الفئه بتاعته، هبدا من هنا برده. طب طفل جالي عنده 3 سنين، هتبقى دي الفئه بتاعته. طفل جالي عنده 4 سنين، هتبقى هي دي برضو الفئة بتاعته. طفل جالي عندي 8 سنين، اهي الفئة بتاعته. 11 سنة الفئة بتاعته. 7 سنين و5 شهور الفئة بتاعته برضو كده. تمام. 4 سنين وشهر الفئة بتاعته فوق اهي يا اسرار. 4 سنين وشهر، لان هو استحالة يكون قرب على 5. في فئة بتتكلمي في فرق 11 شهر كتير جدا، فهتتكلم في الفئة بتاعته دي. 6 شهور فيما فوق في السنة اللي بعده بالظبط كده. الله ينور عليكي. بنعلي بيه سنة، لأن ساعات في أطفال بيبقى قدراتها العقلية عالية شوية وممكن يستجيبوا، فبنعليه سنة. والله الطفل استجاب والدنيا تمام كان بها، ما استجابش وما راجعين هنرجع للي قبلها. يعني دلوقتي عندنا مثلا شكرا ميرسي جدا، تسلمي يا سوما. ادي مثلا الطفل ده ادي غلط في الاتنين دول، هنكمل؟ احنا قلنا لا مش هنكمل، هنرجع ورا. طيب دلوقتي هو رجع ورا، غلط 2، هنكمل؟ لا هنرجع ورا. اهو طلعنا عمالين نرجع، يجيب 0 نرجع، نجيب 0 نرجع. دي اسمها قاعدة الرجوع، برجع للفئة اللي قبلها. طب الفئة الأولانية اهو خالص جاب 4 وحايد، حلو. طيب نرجع نكمل دي، ما احنا مش هنسيبها فاضية. طب هو كان جايب 2-0، لو جاب 2-0 تانيين بعدهم اقف، يقف، ما نكملش معاه، ما نكملش، مش هنكمل معاه. تمام. ليه مش هنكمل معاه؟ لان خلاص هو جايب اصفار هنا 4، ومن المستوى اللي بعده برضو 2، فكده خلاص، فكده تمام. الدرجة بتاعته ايه بقى؟ الدرجة بتاعته ايه؟ خدوا بالكم، خدوا بالكم، عندنا حاجة اسمها النقطة الأساسية، النقاط الأساسية. شايفين؟ النقاط الأساسية. أنا دلوقتي الطفل عندي كان هنا ولا هنا؟
هو لو كان جايب هنا، هو اصلا في الاختبار كله الطفل ده يعني من 1 لغايه 15 كل ده جايبه صفار، مش جايب غير 4 درجات. ادي الاربع درجات بتوعه، مش اي حاجه. دخل في الفئه انهي بقى؟ دي اسمها الدرجه الخام. بص وصل فين اهي، دي مستوى الاول، يعني دخل مستوى اول، جاب 4 درجات في ده في الايه ده، في الغير لفظي. الغير لفظي يا جماعه الطفل فيه مش بيتكلم، هتطلبي منه يشاور بس، هتطلبي من الطفل يشاور بس. انهي جزء يا توته؟ الايقاف. حاضر من عينيا، ماشي. قاعده الايقاف انا بوقف امتى يا شباب؟ لما، بسم الله الرحمن الرحيم، لما انا دلوقتي اشتغلت مع الطفل، دي بدايه الاختبار، اشتغلت معاه هنا، دي جاوبها غلط ودي جاوبها غلط، فعملت 0 و0، مش هنكمل، هنرجع الخطوه اللي قبلها، دي اللي رجوع. اشتغلت معاه اول 2 جاوبهم غلط، هرجع القاعده اللي قبلها. اول مستوى بقى خالص اهو، جابهم كلهم. حلو حلو. انا بوقف الاختبار امتى؟ 4-0 ورا بعض، 4-0 ورا بعض اهو. انا هو كان جايب 2 هنا صفرين، وهو اصلا جاوب فوق 4. تمام. طب انا هكمل للاختبار ده، هكمل من هنا، مش هكمل من هنا، هكمل من اللي فوق مش من اللي تحت. فهعمل ايه؟ هكمل باقي الاختبار. خلاص انا حليت لغايه السؤال الرابع، هرجع بقى الخامس السادس جايبه 0، هكمل من اول السابع من هنا، هكمل من اول السؤال السابع ده. تمام. 4 اصفار قاعده ايقاف اهو، 4 اصفار ورا بعض قاعده الايقاف. تمام. فالصفر ده اهو جابه، السؤال جاوبه 0 والسؤال التاني جاوبه 0، مش هينفع نكمل. اهو انا عامله ايقاف اهو، ايقاف، الطفل اتوقف، مش هينفع اكمل معاه، لان كده كده اصلا هو جايب تحت 0، فمش هينفع اكمل معاه. انا لو الطفل عندي جايب هنا ارقام لايا كان، يعني مثلا يعني جايب هنا 1 ودي مثلا 0 ودي 1 وصفر وصفر وواحد واحد، كده ما ينفعش اقف، كده ما ينفعش اقف، هكمل معاه. طب جاب هنا 0-0-0-0 ايقاف، مش هكمل معاه. ونعد بقى كل دول. بس عندنا حاجه هنا بنبتدي ان دي المفروض النقاط الاساسيه دي من اول هنا او هنا او هنا. طب هو اصلا ما اخدهاش، فهي الاربعه، فهتجمعي كل الارقام بقى. يعني دي 1 2 3 4 5 6 7 8، ادي 8، هتبقى النقاط بتاعته 8. هيقف عند فين؟ هيدخل في الفئه دي، المستوى التاني. ادي ال8 دي هياخد هنا اهو، هيدخل الفئه دي. طب مثلا الطفل عندي اشتغل مثلا، اعملها لكم بلون مختلف كده، اشتغل مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى من المستوى ده. تمام. وجاب ده 1 اهو، رحت انا عملت لكم بلون مختلف عشان تاخدوا بالكم. ادي 1 وادي 1 وادي 0، وبعد كده 1 وبعد كده 0، وبعد كده مثلا 1-0-0-0 1-0-0-0-0 4-0 ايقاف. تمام كده يا شباب؟ طيب يلا نجمع. انا عملت لكم بلون مختلف عشان تاخدوا بس الفرق وتاخدوا بالكم. النقاط الاساسيه هنا هتبقى كام؟ النقاط الاساسيه دي ها هتبقى كام؟ حد يقول لي. يلا يا شباب، حد يقول لي. يا جازية اسمك جميل بصراحة، ما شاء الله، اساميكم حلوة والله يا بنات، جازية وفتون. انتوا نمتوا ولا ايه؟ انتوا فين؟ مين يقول لي النقاط الأساسية كام؟ انا هنحطها هنا اهو. ايوه، رقم كام؟ هتبقى كام؟ عند نقاط المستوى هتبقى كام يا اسرار؟ لا مش 8 يا نيفين. لا يا هاجر. مين يقول؟ يلا يا شباب.
النقاط الاساسيه، النقاط الاساسيه، اسمك جميل يا جازية، اللهم بارك ما شاء الله. إيه النقاط الاساسيه تبقى 13. يا سوما لو ما تطلعيش فوق غير لو جاب صفرين. هو عامل لك اهو، بصي بصي، ادي شايف المكعب ده، المربعين الاسود دول، جايب لك رجوع للفقره الخامسه. ادي الفقره الخامسه اهي، دي الفقره الخامسه، ودي ادي صفرين اهو، الرجوع للفقره الاولى. ادي الفقره الاولى، تمام. لا يا شباب، مش أربعة والله، 13 13 13 13. عدد نقاط المستوى 1 2 3 4 5 6. عدد نقاط المستوى 6، مش 8. مش انت قلتي كام؟ ماشي. بصوا يا شباب، النقاط الأساسية، تمام يا بنات الله يكرمكم يا رب، النقاط الأساسية تبقى 13 زي ما انتوا قلتوا، والنقاط المكتسبة اللي الطفل جاوب عليها ادي بنعد دول بقى، 1 2 3 4 5 6. ادي 6، يبقى النقاط بتاعته كام؟ بتاعت الطفل ده 19. هيروح بقى فين هنا؟ انهي مستوى؟ المستوى الثالث اهو كده، تمام. انا ممكن باذن الله برضه باذن الله اللي هيكمل معايا هبعت لكم نسخه من الكراسه دي، ممكن تطبعوها عشان تشتغلوا منها وانتوا شغالين معايا لايف، عشان تفهموا اللي انا بقوله. يعني تطبعوها وتعيدوا سماع الفيديو ده تاني، وتعلموا وتركزوا على اللي انا قلت لكم عليه تاني، علشان تفهموا لما اللي هيكمل معانا ان شاء الله بعد كده ان يفهم احنا بنقول ايه وعملنا ايه وشرحنا ايه بالظبط. تمام ماشي حاضر. باذن الله اللي هيكمل يتابع مع دكتور نورهان باذن الله، مديرة المركز باذن ربنا، وايه وهي تقول لكم على كل التفاصيل. ماشي يا شباب. طيب ادي كده دي 13، دي 19. 19 في المستوى ايه يا شباب بقى عشان تبقوا عارفين؟ الغير لفظي. غير لفظي الطفل جاب ايه؟ 19، دي الدرجة بتاعته، الدرجة الخام. بندخل على المقياس، او دي المقياس درجته من 15 ل 24، وال 19 في النص المستوى الثالث. نروح نجري، نروح فين؟ بص بقى تفاصيل المستوى الثالث صفحة 8. نروح على صفحة 8. بحب انا التفاصيل دي قوي قوي اهي. والمفروض ان احنا نبدأ من هنا، وهقول لكم بقى على ايه هتبقى. بصوا هو العملي الزياده ده جزء من العملي بقى، اللي هو العملي بتاع الاساسي بقى، تكمله دوا بالتفصيل اكتر كمان. هيبقى الاسبوع الجاي، بسم الله الرحمن الرحيم، احتمال يكون خميس وجمعه او جمعه وسبت، وهبلغكم. وممكن يبقوا يومين، وممكن يبقوا 3. هنظبط، هاكد لكم على المواعيد بالظبط، بس هو اساسا هيكون يوم الجمعه. يوم الخميس قبله، او يوم الجمعه بعده، يوم قصدي السبت بعده، هقول لكم ما تقلقوش يعني ان شاء الله. ماشي كده يا شباب، يلا عشان احنا قدامنا 10 دقايق يا شباب، يعني 10 دقايق وربع ساعه كده خلاص. دي أو دي ده الجزء الغير لفظي، زيه بالظبط في اللفظي. ادي اللفظي زي بالظبط، مفيش اي حاجه. برضه هو قاعده الرجوع فيها وقاعده الايقاف فيها هي بالظبط. بتشوفي عمر الطفل، يعني مثلا لو جينا خدنا بتاع اللي عنده 19 ده اللي احنا طلعناه من هنا اهو، احنا دخلنا على الفئه رقم كام ده. تعال نشوف بقى، احنا بدأنا مثلا من 7 ل 12، هنخش هنا مثلا نخش في الفئه دي مثلا. ده اللفظي الفئه دي، برضه نفس الكلام. هنيجي نشتغل، والله الطفل جاوب 1 1 1. مش هرجع بقى هشتغل زي ما انا 1 1 1، وبعد كده هنتنقل للي بعده. دي كلمات في الاختبار هبقى اقولها لكم. تمام ادي ده كده، وجاوبها وجاوبها وجاوب 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 وجاوب. جي بص بقى هنا، ادي 0 0 0 0. خلاص اوف.
مش هنكمل، وقف خلاص. يعني دي صفر اهو، صفر من اللي قبله، من المستوى اللي قبله يا شباب. مش لازم على فكرة يكونوا في نفس المستوى، خدوا بالكم خدوا بالكم، مش لازم يكون في نفس المستوى. يعني مش لازم يكون عشان انا بدأت من هنا يبقى لازم اجيب 4 اصفار هنا، لا لا لا، من اللي قبله واللي بعده. ادي جاب 1 2 3 4، توقف خلاص، دي نقطة الإيقاف. طيب جاب كام الولد درجاته؟ عندنا النقاط الأساسية، ها يلا النقاط الأساسية كام؟ حد يقول لي النقاط الأساسية كام؟ أيوه بالظبط كده. النقاط الأساسية كام يا ولاد؟ لا يا اسرار، برافو يا هاجر، 9 اهي، 9 اهي 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 يا اسرار، تمام الله ينور عليكم اهي. 9 يا شباب، النقط الأساسية 9. أنا بدأت من هنا ودي النقاط الأساسية دي 9. طيب يلا نعد، يلا نعد. ده عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، مفيش تاني. الدرجات بتاعته كام؟ 14. 9 و14 23. الطفل هيدخل فين؟ المستوى التالت. 23 هو هنا في النص، 23 هروح المستوى التالت. صفحة كام؟ 13. ادي صفحة 13. هنبدأ من هنا. المستويات الفرعية دي ليها قاعدة إيقاف. المستويات الفرعية دي ليها قاعدة إيقاف وقاعدة رجوع، بس مختلفة على الكتاب الأولاني، اللي هو الكتاب الأولاني اللي احنا خدناه ده، اللي هو بتاع تحديد المستوى لسه، اللي هو ده. قاعدة الإيقاف فيه وقاعدة الرجوع فيه مختلفة في الكتابين التانيين، بكل مستوى منفصل عن المستوى اللي قبله. تمام؟ ده بقى اللي ان شاء الله باذن ربنا، ان احنا ربنا ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل المحاضرات الجايه. طيب قبل ما اقفل، في اي حد عنده اي سؤال في اللي احنا شرحناه؟ يعني شرحنا الجزء النظري، وطبعا هبعت لكم الداتا وانتوا قروا براحتكم. وفي تاني، في كمان في جزء تاني في النظري على فكره، في جزء في النظري اللي هو بشرح المفاهيم. يعني بصوا في مفاهيم هنا عشان برضو انتوا تبقوا فاهمينها اهي. الحاجات دي لازم تكونوا فاهمين هي اصلا بتتكلم